السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عايزة أقول لكم إزاي أكسب من مشروع الطيور في أسبوعين بس. الفكرة يا جماعة إن يكون عندي مكان حوالي متر في مترين، وأجيب حوالي 100 كتكوت بلدي. سعر الكتكوت النهاردة عامل حوالي 7 جنيه. هنجيب نشارة وجير وتحصينات أول أسبوع حوالي ب200 جنيه، وتدفئة حوالي برضو ب100، تبقى التكلفة 100 جنيه. تكلفة 100 كتكوت يعني 100 في 7 ب700، و200 جنيه نشارة أو تبني وجير مطفي والأدوية، يبقى الحساب كله كده إن شاء الله هيبقى 900 جنيه. زائد شكارة علف. طبعا شكارة العلف عاملة حوالي 520. طبعا يبقى كده الحساب كام؟ 1420. هنيجي بقى نطلعهم أعمار عمر أسبوعين. الكتكوت هيبقى عامل حوالي 25 تقريبا، بيبقى في كل مكان أو في المكاتب. يبقى سعر 100 كتكوت 2500. من كام؟ من مصاريفه والتكلفة بتاعته 1420. يبقى صافي الربح بتاعه المكسب كده 1080 خلال أسبوعين. الحمد لله. طبعا أنا مش بيحصل نافج عندي في المكان خالص، يعني الكتاكيت البلدي مناعتها قوية جدا ما شاء الله عليها. طبعا عندنا لو حصل لا قدر الله لو حصل نافج، هنقول مثلا بدل 1200 دي هتبقى النسبة ضئيلة. نخليها طبعا ايه، بدل 1080 مكسب نخليها 1000 جنيه بس. بس يبقى احنا ايه، طبعا المكان لو كبرناه شوية وضعفنا الكمية يبقى المكسب بتاعنا بدل 1000 يبقى 2000 جنيه. تمام. لو جبنا 200 كتكوت واحنا شطارتنا، طبعا لو جبنا 200 كتكوت يبقى مكسبهم 2000. ولو ضعفنا برضو نفس الكلام ما شاء الله. يعني فكرة كويسة خالص. هتنفع اللي محتاج ان هو يبتدي مشروع وعايز يكبره. هيحاول ان هو يكبر مشروعه ايه بالطريقة دي. تمام. يبقى احنا ايه، في الفترة دي كمان ما بياخدش مجهود خالص ولا تعب. يعني كمان حتى في استهلاكه في الأكل والمية بيبقى لسه ضعيف، سحبه ضعيف. المجهود قليل خالص. أحسن طبعا ما أنا إيه أطلع أشتغل برا بيتي وأسيب بيتي والكلام ده كله. لأ، ما أنا ممكن أعمل الكلام ده لو أنا عندي مكان استغله. بس بالنسبة للتسويق برضو، التسويق مش متعب خالص. ولا هقول لكم برضو الفكرة بتاعت التسويق. التسويق ان احنا المكتب ممكن اللي احنا اشترينا منه او الصيدلية اللي احنا اشترينا منها نتفق مع الدكتور واشوف في المكتب طبعا واقول له ان انا عايزة اطلع الكتاكيت دي عندك اعمار عمر اسبوعين. طبعا ايه عمر اسبوعين ما شاء الله، يعني هتعمل 25 جنيه. ممكن ياخد نسبة ايه ضئيلة، 2 جنيه على الكتكوت كده. وهيطلع لي الشغل، يعني مش هتأثر معايا. ولو تاجر برضو انا اعرفه هتلاقوا تجار برضو ما شاء الله برضو بياخدوا ايه الاعمار ويطلعوها، لان هم عارفين ناس وكده، ده شغلهم. تمام. يبقى احنا ايه كده التسويق عندنا برضو بالنسبة لنا دي فكرة برضو ان انا قلت لكم عليها برضو ايه هتساعدكم في التسويق. ان شاء الله كده هتلاقوا الموضوع سهل معاكم وهتقدروا تكبروا مشروعكم خطوة بخطوة. وربنا ان شاء الله كده هيوقف معاكم، لان احنا برضو ايه بص كل فكرة وان شاء الله اللي عايز حاجة يبلغني بيها وانا معاه. وازاي احنا طبعا اتكلمنا عن التحضير، اتكلمنا ازاي نطهر المكان، اتكلمنا طبعا ازاي ان احنا نحصن. الموضوع مش متعب ولا مكلف.
بأقل التكاليف إن احنا ممكن نبدأ مشروعنا. إن شاء الله كده ربنا يقدم لكم اللي فيه الخير ويرزقكم إن شاء الله. الفكرة يا ريت تنفذوها، اللي عنده مكان يستغله. ما شاء الله. يعني فكرة كويسة خالص، وربنا بإذن الله معاكم. وإن شاء الله كده أكون فدتكم بمعلومة، أو أكون فدتكم كده بمعلومة كده إن شاء الله تفيدكم وتفتكروني. وأتمنى إن شاء الله كده ربنا يكرمكم ويكرمنا جميعا إن شاء الله. وأتمنى تاني إن تعملوا لي لايك وتشجعوني إن أنا أنزل لكم فيديوهات، بحيث إن أنا أعمل لكم فيديوهات أكتر وأكتر، وتستفيدوا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.